البنوك هم أولاد المسلمين والأقباط اللي شغالين في البنوك. وهذه ظواهر لابد أن نرصدها. يعني أنا الحقيقة عايز أقول الهم في مصر يطول القبطي والمسلم بدرجات كبيرة، يضاف إلى القبطي أنه أحيانا يحس بالاضطهاد عندما تغلق الأبواب في وجهه، أو عندما يشعر أنه لا يستطيع أن يكون رئيس جمهورية، أو لا يستطيع أن يكون مدير جامعة، أو لا يستطيع أن يكون محافظ، وإن كان حصل خدوا محافظ قبطي في هنا. وتابوا بس. نعم، وتابوا الحاجة الخطيرة النهاردة اقترفها الإخوان المسلمين، ودي حاجة حاسين بيها الأقباط، أنهم يعني طول عمر الحكومات منذ أيام دستور 23 حرصت على وجود نسبة من الأقباط بين الوزراء. جاء الإخوان المسلمين ولغوا الوزير القبطي. الوزارة الحالية لا يوجد فيها قبطي. هل ليه وزيرة الدولة لشؤون البحث العلمي يا دكتورة نجوى خليل؟ لا اسمها نادية زخاري. نادية زخاري. ما هي بس وزارة الدولة، يعني وزارة خلي بالك، يعني هي وزارة على ما تفرج. طبعا مع التقدير والاحترام لدكتورة طبعا. نادية. لا طبعا احنا بنتكلم يعني. على مش على الشخص، على المنصب على يعني بالظبط كده. بس الحقيقة يعني حاسين بأن يعني هم في الحكاية دي ممعنين في وبعدين يشعر الإنسان، أنا كقبطي أشعر أن الإخوان المسلمين سوف يفعلون في مصر ما هو أقصى من المتعصبين المتشددين لو أتيحت لهم الفرصة. ولذلك أنا دايما يعني أنا كقبطي وأحض الآخرين على أننا يجب أن نتكلم الآن كمواطنين مصريين وبقوة شديدة حتى نوقف هذا الزحف التتري لهؤلاء الناس الذين لا يريدون، لا بيراعوا القيم الإسلامية، ولا بيراعوا القيم المسيحية، ولا بيراعوا القيم الدينية، ولكنهم ناس يعني مصلحتهم أولا وأخيرا. وهذا أمر يعني شاهدناه في كل أفعالهم عندما يعتدون على النساء ويحبسون الأطفال، ويعني ما عندهمش منهاج. يعني هم يقول لك أنا الإخوان المسلمين احنا عندنا قواعد وعندنا لا. ولذلك كثر في الصحف هذه الأيام، لو كان الإمام حسن البنا عايش اليوم كان يرضى عن هذا الذي يحدث أم لا. وكثيرون أجابوا بالنفي وقالوا لا، ما كان يقبل ما يحدث من الإخوان اليوم. هو نفسه مؤسس الجماعة نفسه ده بعض ما كان الناس بتقول كده. دكتور كمال الهلباوي وأكثر من شخصية. صحيح. ده صحيح. فمن هنا الحقيقة أنا عايز أقول إن هموم القبطي في مصر هي نفس هموم المسلم، يضاف إليها الهم الجديد وهو الإخوان المسلمين الذين لا يراعون القيم الإسلامية في خصوماتهم. خلي بالك، لأنه إيه، الإسلام لما دخل مصر وانتشر ما كانش اعتباطا. لما حصل ان ابن عمرو بن العاص ضرب قبطي فقال له اضرب ابن الأكرمين. صح. هذا هو الإسلام. وده اللي خلى الإسلام والمسيحية وجه واحد في مصر. وأنا كثيرا ما كتبت أقول إن مصر تستطيع أن تباهي بأنها توجد فيها أقلية